مني كنتبعوا المقررات الدراسيه في واحد السنوات كنلقاو الاسكافي سميتو حمو، لانه اسكافي كيصاوب بالصباط، ولكن ربان الطائره سميتو نوفل. شوف كيفاش كنكرسوا الميز العنصري في الاسماء. في المسلسلات المغربيه الشفور ديال الطوموبيل سميتو حسين ولا حدو الشفور، ولكن الباترون ديال الشركه سميتو ريان. باش نبنيو في التمثل ديال المغاربه، باش نزرعوا لهم في اللاوعي الجمعي واحد الفكره ان حمو وحدو والمعطي والباتول وقيده وحده والجلالي مجرد الناس مكلخين العروبيه ما منظفينش، ولكن ريان وكاميليا وسونيا هم البنات الزويونات، البنات اللي لباسات مزيان. هذا اللي كنسميوه العار، هو اللي كنسميوه ثقافه الاستلاب. ما بقيناش دابا في الاستلاب على مستوى الاسماء، دزنا الى مستوى اللا شعور. انا واحد المره درت مع الطلبه ديالي في البكالوريا تمرين بيداغوجي، قلت لهم الان راه الباب كتقوا واحد البنت سميتها كاميليا، خيلوها كي دايره، خيلوها كلهم خيلوها بنت زوينه بنت رائعه لابسه مزيان. قلت لهم دابا وحده كتق الباب، خيلوها سميتها هنو، كلهم كيضحكوا، هنو راه جايه من الجبل. هكذا نتمثل دواتنا بنظرة ازدراء، بنظرة اغتراب، نحتقر دواتنا نحن المغاربه. انت دابا ولا انا وكنهضرت مع اللبناني جوج كلمات تبديري مجهود باش تهضر باللبنانيه، وهو ما غيدير حتى مجهود باش يهضر بالمغربيه. حنا كنديروا مهرجان كبير في الرباط بالملاير بلا ما نسميه، تنجيبوا لبنانيه ب 100 مليون، ولكن واش اللبنانيين يقدر يديو مغني مغربي ب 100 مليون؟ واش يقدر يديو مغني امازيغي ولا عربي مغربي يغني في لبنان ولا في مصر؟ لماذا كنعطيو القيمه بشكل مبالغ فيه للاخرين ونستصغر كل ما ينتمي للارض المغربيه؟ هذا سميتو الاستلاب، لاليناسيون، سميتو الاغتراب، سميتو ثقافه العار. وخصنا نديروا مجهود على لا عائشه. واش في المسلسلات ديالنا ما المانع يكون الوكيل العام للملك في الفيلم سميتو حدو، ويكون الباترون الشركه في المسلسل سميتو الجلالي، وتكون الدكتوراه في الفاكولتي في المسلسل سميتها عائشه. وفي الواقع هما اللي كاينين باش نخلقوا هذا الجيل. دابا في 2040 2050 ما غنلقاوش في المغرب لا حسين لا حمو لا حده لا رقيه لا عائشه لا خديجه، غنلقاو كاميليا، غنلقاو سونيا، غنلقاو كيكا، غنلقاو بابي، ما فهمنا والو. وهذا سميتو الضياع، الضياع سميتو الخراب الحضاري، والخراب فعلا على الابواب. مني كنسمع لاله عائشه اغنيه كان يا مكان لعبد الوهاب الدكالي، او مني كنسمع قطار الحياه او القمر الاحمر او بنت الناس او الصناره عبد الوهاب الخياط، مني كنسمع اغنيه راحله لمحمد الحياني او بارد سخون يا هوا او فوقاش تغني يا قلبي، مني كنسمع لطيفه رأفت خويي ولا نعيمه سامح فيها كشرحي، كنعرف بان الطقس الثقافي والمناخ ديال الابداع الفني والجمالي الاستاتيقي بلغه الفلسفه كان مرتفع جدا في المغرب. مني كنسمع الكلام المرصع ديال جلاله ولا اشبيك دارت القدار ولا الشمعه، كنعرف بان كان المغاربه عباقره في الذوق. السؤال: ما الذي يمنع جلاله والغوان والتكالي والخياط ونعيمه سميح في التلفزه المغربيه اليوم ويضع مكانهم جيلا اخر؟ وانزه نفسي عن اطلاق صفه له احتراما للغير ضمن ما اسميه بالتبخيس الممنهج للثقافه المغربيه. اطرح السؤال بصيغه اكثر جرأة: من فينا كمغاربه يعادي ثقافه هذه الارض؟ انا كنسمع الاغاني ديالنا ديال مغني كيغني في التلفزه واللي ما عجبو الحال غيلقى راسو في الكفن. دي جمله هذه في التلفزه، مغني كي يتناول اشياء غريبه في مهرجان ويصبح قدوه لاطفالنا. من كان خلف وضع سؤال في امتحان السادسه ابتدائي لهذا الموسم حول مسرحي
في وطن فيه الزروالي وفيه عباقرة المسرح، من يعلن الحرب الناعمة على رموز هذا الوطن الغالي والشامخ؟ من يبخسنا في الإعلام والتعليم والرياضة والثقافة؟ ولا أخفيك سرا، إن كانت العولمة كتيار جاري ثقافيا وحضاريا يعلن حرب شعواء على ثقافة وخصوصية الشعوب، فنحن المغاربة نعيش بين حيصبيش، بين مطرقة العولمة وسندان مغاربة لا يريدون لتمغربيت أن تقوم النسيان وأن تعادف الزيف والزور. المعركة نقدر نقول لك من داخل سوسيولوجيا الثقافة، لا في التدين ديال المغاربة، أشكال تدين المغاربة، لا في اللباس ديالنا المغربي، لا في كيفاش كنحتفلوا في الطقوس ديالنا والعقيقة ديالنا والعزاء. كل شيء يضيع. وراه ما يمكنش انا لا عيشه سمحي لي قل من 30 ثانيه، راه ما يمكنش شي واحد يجي من موقع البحث العلمي ولا البروباغندا السياسيه ولا الخطاب الحزبي يقول لي لا سي سعيد حنا ما غنبقاوش في الكهف ديال افلاطون كلشي كيتطور. انا معاك كلشي كيتطور، كاينه ليفولوسيون، كاينه لادابتاسيون، ولكن لا يمكن ان نشرعن العار وان نشرعن الاغتراب وان نشرعن الاستلاب باسم التأقلم والتكيف. Non madame, non monsieur. On doit défendre la culture marocaine, on doit défendre l'histoire marocaine, on doit défendre la civilisation marocaine، لأن احنا أصحاب يقظة تاريخية، أصحاب إشراقات. للأسف الشديد نقدر نقول لك كنتمنى شي نهار نشوف الأغنية د محمد الحياني في التلفزة المغربية اللي كتخولس بفلوس الشعب، كنلقاهاش. والله إلا الأطفال في الثانية بكالوريا ما تعرفوش الحياني، ما تعرفوش الدكالي، ما تعرفوش الأكلة المغربية، ما تعرفوش الثقافة المغربية. تنبنيو العمارات في المدن، تندعموا الثقافة الفنية، ولكن السؤال واش عندنا استراتيجيات ثقافية؟ واش عندنا مخططات حضارية؟ أجيبك ويجيب الفراغ من أسف ما كاين والو. شكرا الفاضلة الأستاذة عائشة. أخبرك اليقين أيضا، فراسك الآن المغاربة دايرين منافسة شكون غيزور تركيا. فراسك الآن كاينه وكالة أصفار ب 4000 درهم 5000 درهم أسبوع في تركيا. فراسك بأن معظم المغاربة في الطبقة الوسطى والبرجوازية كيمشيو لتركيا والإسبانيا واليونان والبرتغال، في حين محتاجين الفلوس ديالهم في البلاد. عندنا أزمة، عندنا الجفاف، عندنا التضخم، عندنا أزمات المديونية، عندنا مشاكل اقتصادية، والمغاربة يمارسون البذخ في بلاد الأناضول ويحتقرون السياحة الثقافية. حسن لي من هنا، أنا متفق معك. علاش؟ لأن الدولة ما كتستثمرش في شخص وزارة السياحة في السياحة الداخلية. دايرة الفنادق ديال 5 إطوال للأثرياء ماشي في المستوى ديال الطبقة الوسطى والصغرى. لي بيتيت جوبرج بحال هادو لا تسويق لهم ولا ماركتينغ سياحي، وبالتالي المغاربة لا يعرفون وطنهم. نسولك دابا انت ولا نسول اي واحد فين جات شحيليكا، فين جات كذا، فين جات تارودة، انت ما عرفهاش. المغاربه يعرفون طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الرباط، مراكش، أكادير. وهناك مغرب اخر، مغرب عميق، العمق الحضاري، العمق الثقافي، العمق التنموي، العمق الرمزي، العمق الثقافي ما عارفينوش المغاربه. وبالتالي الدوله خصها مفروض دير استثمار في السياحه الثقافيه. ها اليوم نحن في شهر 8 كاين شي خطاب ديال التسويق للسياحه الثقافيه في التلفزه. عندنا الغابات، عندنا الجبل، عندنا الدوله الوحيده في العالم اللي فيها الصحراء وفيها البحر وفيها الجبل وفيها الواحه وفيها الهضبه وفيها الثلج وفيها الرمله، هي المغرب. هل نسوق ذلك لليابانيين وللامريكيين؟ هل الانسان في البرازيل، في الاكواتور، في السلفادور، في الهندوراس، في ميامار، في جنوب شرق اسيا، في اللاوس، في كمبوديا، في اندونيسيا، في ماليزيا كيعرفوا المغرب؟ ولكن انا ابن الرشيد اعرف ماليزيا واعرف فنزويلا واعرف تركيا، لان كاين ماكينه ديال ما نسميه بالصناعه السياحيه. حنا ما عندنا تسويق، ما عندنا ماركتينغ، ما عندنا اداره السياحه، ما عندنا رسم صوره مشرقه على المغرب، وكنضيعوا على بلادنا فرص هائله في الربح المادي وفي الاشعاع الثقافي، وهذا غينعكس ايجابا على الصحراء ديالنا المغربيه وعلى كثير من القضايا القوميه ديال البلاد. ولكن واش الحكومه عندها هذا الوعي؟
أعتقد بكل جرأة مع حكومة الباترونة المالية، مع الأحزاب المنشغلة فقط في اللحظة الانتخابية، أحزاب انتخابية وليست أحزاب سياسية، مع انغلاق الجامعة عن مناقشة قضايا الشأن العام، مع فائل مدني متخلف عن مواكبة القضايا الراهنة، كل المداخل فاشلة. ما دخل المدرسة، ما دخل الجامعة، ما دخل حتى المسجد. المغاربة الآن هم ضحايا للغزو الديني في التلفاز، في الإعلام وفي الانترنت. المغاربة الآن يعرفون ابن باز ويعرفون الوهابية ويعرفون المذاهب المتطرفة. لم نعد نقرأ القرآن بالقراءة المغربية والتلاوة المغربية، لم نعد نؤدي الأمداح المغربية، لم نعد نمارس طقوسنا في ليلة القدر وفي العيد الفطر وفي العيد الكبير. علاش؟ لأن فتحنا الباب أمام الغزو الثقافي ديال الوهابية والثقافة المشرقية والثقافة الغربية، ودمرنا التراث الديني ديالنا والتراث الثقافي والتراث الهويتي، وأصبحنا ضايعين في خلاء من جهة العولمة، من جهة أعداء الثقافة من داخل الوطن الوحيد. وبالتالي خصنا معركة جماعية لإعادة الأمجاد للثقافة، للهوية، للحضارة، للتدين المغربي، للتراث، ولكل امتدادات الثقافة المغربية اللي كتجمعها ثقافات مغربية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع.